ولادتي كانت سهلة ولا صعبة؟ ولادتي عملية، كنت بزر. روحت عليهم طفشانة، قلت أنا طفشانة، طلعوا 10 شهور من بطني. قالوا روحي امشي، يطلع بليات ولا شو بالدبلة. راح امشي وارقد، قمت من نوم بطني وجعني، وانا اروح عليهم قلت عنهم وجعني يطلعوا. قالوا ما في لا طلق ولا بلا ولا جلا، يعطوني طلق ما في لحياتنا ما انتو نادي، حالف مطير انه ما يطلع. اعطاني وضعية في ام مسخات طلعيني، جاني هبوط في الضغط، مدري نبضات القلب، ما ادري ايش جاني. هم يجون يشتانون يحطون بليتهم ذا ثم يقلعوني لا الحجرة، ويجيني هاكل لبناني. قال شو اسمك؟ حط بليته على وجهي وانا ارقد. يوم قمت وانا عاين قلت امي وينها؟ قالوا عاني هم ناحية الحجرة تحرصت لي. ثاني طلعت الورع، قالت ايه فنش. قلت ها طلعيني، تاخذ الهندية تطلعني لأن امي في وجهي. قلت يمه، قالت ها، قلت ها تدوري لي عروس. انا ارقد اقوم عقبها بساعة، قالت لي الأردنية جاية تقول قومي عندي علامس. قالت قومي امشي يجي غازات في بطن سنتي عملية. قلت فارقيني في الساعة، والله لو ما فارقتيني. قلت قومي ما تقعدي قومي. ليش اسوق عليه؟ فاضيت لسنة اسوق عليه، ما عندي شغل الا انتي. اسمع السالفة وعقبي. قالت قومي امشي. قلت يا يما عني. قالت امي لازم تقومي، ماني بقايمة فكيني منها. قومي. واقوم وامشي واصيح وعود ارقد، يجيبون يقول رضعيها بكم انا بطني مفتوح شرضع، ماني بفاضيه وجعانه برقد. وكل شوي يجون قومي امشي توهم يكتشفون عندي سيقان، ما ادري شو وضعهم. ولا رقدت جتني العله ثم طزتني في بطني. ابسنتي على مسالي قالت تبغى تجلط، كل ما غفيت جتني وطقتني من اللبر اجعتني وارقد. اقول نهار ثاني يجيبوني على رضعي. قلت ما برضعه، كانوا سيود وليود صغير يربون. قلت اربهم يغيرون يجيبوا لي واحد ابيض اشقر. قالوا ما بحصل الا السيود ذا. رضعت وين رضعته؟ قلت امي رضعي وين رضعته؟ انت يوم حتى نوم عندك جنه عندي جنه، تلخني على راسي وانا اسكت وانا رضعه. هم ياخذوني يشتغلون مدرون قلعه ودرقد. اقوم النهار الثاني من جايين الحين يوبلا من يشبه وين ابوه وين امه وين جده. الحرمه لو ولدت في المستشفى لا تزورونها، تكفون الله يرحم والديكم. حرمه زالنا في المستشفى تكفون لا تزورونها. والله العظيم انه الموضوع لا هو بيسعد ولا هو بيونس ولا هو بيخفف، الا والله انه وجع وريحه عطورات ويشم علي جرحي ودبلة سبت ونشدة ما لها داعي، وتجي تشرب قهوة تشرب شاهي تاكل فطاير تاكل حلا تنشد عندي. هماني لا طلعت تعالي ثم لا تبقين احدنا العرب ما تنشدين عنه. حتى بال40 لا تجي ورعين يقوم كل ساعتين انا رقده ولا ارقد ولا غسله ولا حفظه ولا شرب، لا تجي. واستقبال ومستشفى وصبابات ودقاقات وليه يا اختي من انت جايبه؟ جرو يبي يطلع مثل صنايد حبوب. انتم تقعدون تسوون بروتوكولات معينه لكم، احنا ما نبي تزورنا. وجعانين كل ساعتين نقوم وجعانين والله وجعانين ينغي طول الليل ينغي، ما ادري بطنه يوجع راسي يوجع ما ادري وش يوجعه. لا احد يزور احد هو في المستشفى، امنعونا. هذا الحريم حتى ما تقدر تقول احد يجيني، تسكت تعقب تبلشني امي عند خواتها وعند بنات اختها وبنات جدها لا تجي. ورعين شايلت لي ورع ودهدهني
وابى البس لي سراويل تعيم وتلبسني قميص عشان الحليب. ييييو ثمجن وجابوا ورعان ومكلن. طب اوكي خلاص زرتوا الحرمه. انا عجزت افهم السرير اللي ينحط في نص الصاله عند الحليب انبطح قدامها اعرضها ان اغراضي ليه؟ ما فهمت انا. خلاص خلوني في الحجره. جيتي سلمت علي انا ورعي اقعدي في الصاله. ليش؟ ليه انا بيفهم السرير ليه وسط الحليب؟ ليه؟ شو الحكمه؟ تحطوني وسطهم ليه؟ ذبيحه انا. انتم ليش طريتوا علي الموضوع ذا؟ ما تدروني انا متعقده منه؟ ها؟ تكفون موضوع الولاده ذا لا تطرون عليه.